لما باكل حاجة حلوة، أول حاجة الجسم بيفرزها أول ما يشم ريحة سكر هو الأنسولين. اوكي. الأنسولين ده مجرد ما بيطلع بيبدأ يتوزع بقى على الجسم كله، مم. يبدأ بقى يفكر يشوف السكر اللي دخل ده هنعمل فيه إيه، هنوزعه إزاي. أحيانا الناس اللي هي أساسا مريضة ضغط واطي بيبدأ الموضوع ده يعمل برجلة في الجسم، فيبدأ أنا مجرد ما باكل حاجة مسكرة ألاقي نفسي ضغط. فعشان كده بنقول له إيه، لو أنت شخص زي كده أول حاجة تعملها ما تاخدش الحاجة المسكرة على معدة فاضية، لأن ده هيبرجل الجسم بتاعك ويخليك تدوخ وتحس بدروشة. فعلى قد ما تقدر حاول يكون في وجبة أنت واكلها وبعديها الحاجة المسكرة. يعني الناس اللي تصحى الصبح تروح مثلا ضربة بونبوناية كده على الريق مم. يلاقي الدنيا بتلف بيه. لا، احنا على قد ما نقدر ناكل فطارنا يبقى متوزع ما بين بروتين ونشويات والياف، وبعدين عايزين ناخد حاجه مسكره اوكي. ومقاومه الانسولين مش هتحصل من بونبونايه ولا اتنين ولا حاجه، لا، مقاومه الانسولين بتحصل من الافراط، ان انا باخد كميات سكريات غير محسوبه في اوقات غير محسوبه.